السلام عليكم ورحمة الله. اللهم صل على النبي محمد. اليوم 56 من عمر الفراخ الساسو. اللهم لك الحمد. الوزن وصل 2 كيلو وربع. خلاص هانت كلها حوالي 3 أيام أو 4 أيام إن شاء الله، يعني ممكن كمان حوالي 3 أيام غير النهاردة، وابتدي إن شاء الله انتهي من الدورة. وبعد كده بإذن الله ابتدي أنزل دورة جديدة غيرها بإذن الله. أزود العدد ده كان 30 فرخ. إن شاء الله المرة الجاية ابتدي أزود في العدد، أجيب مثلا 100، أجيب 150 على حسب التسهيل وعلى حسب ما ربنا يسهلها معانا كده. إن شاء الله كمان 3 أيام أو 4 أيام غير النهاردة، وابتدي أنتهي من الدورة وأنتهي من التصوير بإذن الله. وبعد كده بقى أشوف أستهلكهم إزاي أو كده. بس أنا في دماغي إن أنا ابتدي إن أنا أستهلك الفراخ ديتي، الأوزان الكبيرة أستهلكها، والأوزان الصغيرة أسيبها مع الفراخ البلدي لغاية ما ربنا يسهل علينا، لإما تكبر لإما توصل لعمر البيض. يعني كمان حوالي 3 شهور من النهاردة، هم بقالهم حوالي شهرين، كمان حوالي 3 شهور إن شاء الله الفراخ ديتي تبتدي إنها تبشر بالبيض بإذن الله. فأنا في دماغي إن أنا أستهلكهم، والأعمار الصغيرة أو الأوزان الصغيرة أبتدي إن أنا أسيبها مع الفراخ البلدي بقى تكبر براحتها. حبيت استهلكها ماشي في أي وقت، حبيت إن أنا أسيبها للبيض أسيبها. فالنهاردة بقى هبتدي أعمل لهم مشروب كويس كده، مشروب أخليهم نفسهم تتفتح للعلف ونفسهم تتفتح لسحاب المية. مشروب الجرجير، ببتدي أجيب ربطتين جرجير أضربهم في الخلاط مع شوية مية وابتدي أحطها لهم. طبعا عشان الفراخ تسحب معاها مية من مية الجرجير ديتي، لازم أعمل لهم حاجة من الحاجتين. أول حاجة لا إما أحط لهم عسل أسود على العلف، أبتدي أخلط لهم العلف بتاعهم بعسل أسود بحيث إن هم يحموا، فيبتدوا إن هم يجروا على المية يسحبوا مية يشربوا مية. فطبعا أنا أعمل لهم الجرجير على المية، فتبقى دي إفادة، لهم. لا إما الحاجة التانية إن أنا أعطشهم لمدة 2 لمدة 3 ساعات. فلا إما هعمل لهم كده لا إما أعمل لهم كده. ففي الحالتين الفراخ هتسحب معايا مية وتسحب معايا علف. فخلاص إن شاء الله لسه يومين أو لسه 3 أيام كمان غير النهاردة، وابتدي بقى إن أنا أستهلك الفراخ الكبيرة ديتي على حسب التسهيل وعلى حسب ما ربنا يكرمنا كده إن شاء الله. طبعا أنا من حوالي أسبوع أو حاجة نزلت لكم فيديو وأنا بقصقص ريشهم، وفي ناس قالت لي أنت بتقصقص ريشهم ليه؟ ده الريش مش بيأثر في حاجة. لا يا جماعة، الريش بيأثر برضه، يعني الريش بياخد من التغذية برضه، فلما أنا أقص الريش بالمقص كده أنا بمنع التغذية عن الريش، فالتغذية كلها بتروح لإيه؟ بتروح لزيادة الوزن وبتروح للحم. يعني بدل ما أنا هم بيتغذوا والتغذية بتروح للريش وبتروح للحم، لما أنا أقص الريش كده بالمقص، أقص نص الريشة بالمقص، فالتغذية كلها بتروح للحم الفراخ. فأجي أبص في النهاية ألاقي عندي وزن كويس. فإن شاء الله اليومين دول لما يخلصوا على خير أبتدي أطهر المكان وأبتدي أنظف المكان بتاعهم كويس، وإن شاء الله ننزل عدد أكبر بإذن الله.